فيلم النهاردة هو فيلم تركي واسمه بالعربي تراه في أحلامك. الفيلم بيدور حوالين بنت من الطبقة المتوسطة واسمها بلين، ودي صاحبتها ميرفا. وصاحبتها بتكون شايفة ان سعادة البنت انها تلاقي حب حياتها والشخص اللي بتحلم بيه وتتجوز، على عكس بلين اللي بتبقى شايفة ان الجواز مش حاجة أساسية أبدا لسعادة البنت، وان البنت ممكن تحقق السعادة بطرق تانية كتير. البنتين بيشتغلوا في شركة لتنظيم الأفراح والمناسبات، وبيلين بيكون واضح عليها انها بتحب شغلها جدا، وبتحب تتناقش مع العرسان في كل تفصيلة تخص فرحهم علشان يطلع بالشكل اللي بيحلموا بيه، على عكس مديرتها اللي بتفضل تأمرها انها تنفذ طلبات العملاء من غير اي نقاش معاهم، وبتهددها دايما بانها هترفدها. وبيبان على بيلين انها بتكره المديرة بتاعتها جدا. وده بقى انجين، وده شاب من طبقة غنية جدا ومتعدد العلاقات وكل شوية مع بنت شكل، وما بيحبش الموضوع يدخل في الجد جدا لانه بيخاف، وكل ما بيلاقي اي علاقة ليه بتدخل في الجد بيهرب على طول. وده صاحبه جيهان، واللي بيسأله عن البنت اللي هو مرتبط بيها الفترة دي، فبيقوله إنجين إن اسمها عايدة وإن علاقتهم متوترة بقالهم فترة، وده لأنها سألته عن مستقبلهم مع بعض، وإن هو رافض تماما لفكرة الجواز. لكن جيهان صاحبه بينصحه إنه يفكر تاني في الموضوع، وده لأنه أكيد مش هيفضل عايش حياته طول عمره بالمنظر ده. لكن إنجين بيقوله إن الجواز ده منظومة فاشلة، وإنه بيفسد العلاقة ما بين الراجل والست أول ما بيحصل. بيوصل إنجين لشركته اللي بتكون شركة إنشاءات كبيرة جدا بتهدم كل الأحياء القديمة وتبني مكانها أبراج جديدة، وبيكون واضح على إنجين إنه ناجح جدا في شغله ومشغول تقريبا طول الوقت. وأول ما بيدخل إنجين لمكتبه بيشوف جوه عايدة البنت اللي هو مرتبط بيها، وبتكون رايحاله عشان يشوفوا حل في مشكلتهم. وبالليل بيروح إنجين وجيهان يتعشوا مع ناس صحابهم في مطعم، وبيدخل إنجين لمطبخ المطعم وبنعرف إن هو صاحب الشيف اللي هناك. ولأن هواية إنجين المفضلة هي الطبخ، صاحبه إمرا الشيف في المطعم بيفضل يتحايل عليه إن هما الاتنين يفتحوا مطعم مع بعض ويتشاركوا فيه، لكن إنجين ما بيبقاش راضي. وبعدين بنشوف بيلين وميرفا الاتنين مع بعض في مكان، وبتفضل ميرفا تدور حواليها على حد يكون مناسب، لكن سبحان الله بيقرب منهم اتنين عواجيز وبيكونوا معجبين بيهم وعايزين يتكلموا معاهم، فبيهرب البنتين منهم وبيدخلوا على مطبخ المطعم. واللي اول ما بيدخلوا المطبخ بيشوفهم انجين وامرا، وبيبان ان هما الاتنين معجبين بيهم، فبيسألوهم على باب الخروج وبيشاوروا لهم عليه. وتاني يوم الصبح بتصحى بيلين وبتلاقي انجين جنبها، وبتتخض جدا لما بتشوفهم، ما بيبقوش هما الاتنين فاكرين ايه اللي حصل اصلا ليلة امبارح. وبيتفاجئوا اكتر لما كل واحد فيهم بيلاقوا في ايده الشمال دبلة، وبيفهموا من كده ان هما متجوزين، وبيكونوا في بيت مش بيت ولا واحد فيهم اصلا، فما بيكونوش عارفين اي حاجة فيه. وبيرن جرس الباب، فبيفتح انجين وبيلاقيه البواب جايب الطلبات اللي بيلين طلبتها منه، وبيعرف منه انجين ان هو يعرفهم كويس جدا وان كل يوم بيجيب لهم طلبات البيت. وفجأة بيسمع انجين صوت بيلين وهي بتصرخ، فبيجري يشوفها مالها، وبيلاقيها واقفة قدام صورة ليهم هما الاتنين في فرحهم، فبيتأكدوا ان هما متجوزين، وبيفتحوا موبايلاتهم وبيعرفوا ان هما المفروض متجوزين بقالهم سنتين. وبتكلم بيلين والدتها علشان تجس نبضها كده في الحوار، فبتتأكد منها فعلا ان هما متجوزين. وبيكون اليوم ده ذكرى جوازهم هما الاتنين، واهلها بيكونوا بيحضروا لهم مفاجأة علشان يحتفلوا بيه. وبيبدأوا يجهزوا هما الاتنين علشان يروحوا لشغلهم، وهنا بيشوف إنجين جرح كبير في رجله، وبيعرف انه عمل فيها عملية بس ما بيبقاش فاكر اي حاجة. وبيتكلموا هما الاتنين عن اخر حاجة فاكرينها، وبتبقى اخر حاجة فاكرينها ان هما شافوا بعض في مطبخ المطعم، والاتنين بيبقوا مستغربين اصلا ايه اللي عجبهم في بعض وخلاهم يغيروا رأيهم ويتجوزوا. وبينزلوا الاتنين يروحوا شغلهم، فبتتفاجئ بيلين لما بتعرف من البواب انها عندها عربية فخمة جدا وبتتبسط بيها وبتروح بيها شغلها. اما انجين فبيكتشف انه باع عربيته واشترى عجلة، وبيبقى مستغرب ده جدا. وبتوصل بيلين على شغلها وبتبقى مرعوبة ان المديرة ترفدها، لكن لما بتقابل مارفا هناك بتقول لها ان انجين اشترى لها الشركة اصلا، وان دي شركتها هي، وان هي مديرة الشركة. فبتفرح بيلين جدا انها اخيرا حققت احلامها وبقت مديرة شركتها الخاصة، وانها تقدر تعمل كل اللي نفسها فيه. بتقرا ميرفا الفنجان لبيلين وبتقول لها انها متوقعه ان هي هتحمل قريب، لكن بيلين بتقول لها انها ما بتفكرش في موضوع الخلفه ده اطلاقا. فبتستغرب ميرفا لان هي وانجين بقالهم فتره بيفكروا في الموضوع وبيحاولوا يجربوا. اما بقى انجين فبياخد صدمه عمره لما بيوصل للشركه ويلاقي صاحبه جيهان قاعد على مكتبه، وبيعرف منه ان هو مفروض باع له الشركه، وان هو كمان ارتبط بعايده حبيبته واتجوزها. وبيتفاجئ جدا جيهان من رد فعل انجين لان هو اللي عرض عليه ان هو يبيع له الشركه بتاعته. وبيعرف منه ان هو وامرا صاحبه الشيف فتحوا مطعم مع بعض. وبيخرج انجي من عندهم وبيروح على مطعمه، وهو امرا بيلاقي امرا مستنيه هناك، وبيعرض عليه وجبه جديده عملها عشان يحطها في المنيو، لكن انجين بيمشي ويسيبه وما بيهتمش باي حاجه من دي. وبيكلم بلين وبيطلب منها ان هما يتقابلوا، وبرغم انهم مش فاكرين اي حاجه من اللي حصل في السنتين اللي فاتوا، الا ان بلين بتشكره على اللي عمله علشانها، بان هو اشترى لها الشركه واشترى لها العربيه بتاعتها، لكن هو بيبقى شايف ان هي دمرت له حياته، وان بيع شركته وعربيته بسببها. وبياخدها وبيروحوا هما الاتنين لاستشاري علاقات زوجية، وبيقولوا له ان هما حاسين ان هما الاتنين بيشوفوا نفس الحلم، لكن الاستشاري بيضحك على كلامهم وبيقول لهم ان ده مستحيل علميا،
وان دي فرصة بالنسبة لهم ان هم يرجعوا يتعرفوا على بعض من اول وجديد ويسترجعوا ذكرياتهم مع بعض. وبيقول لهم ان اللي هم فيه ده طبيعي جدا وبيحصل لناس كتير لما بيحسوا ان حريتهم بتتأيد. وبتفتكر بيلين انها دايما بتسجل كل حاجة في المذكرات بتاعتها، فبيقرروا يقروها يمكن يحاولوا يفتكروا اي حاجة. وبتعرف من المذكرات ان هما كانوا متعودين يقعدوا على البحر ويرقصوا هما الاتنين هناك سوا، فبيروحوا فعلا وبيرقصوا على البحر بس ما بيفتكروش اي حاجة. وبتعرف من المذكرات كمان ان هما كانوا متعودين يروحوا الحي القديم اللي هي كبرت فيه وهي صغيرة، بس لما بتروح بتتفاجئ ان الحي كله اتهد واتبدل مكانه عمارات كبيرة. وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان شركة انجين اللي كان بيديرها هي اللي عملت كل ده، لكن هو بيطمنها وبيقول لها ان هو باع الشركة دي وان في الاغلب هي اللي اقنعته يبيعها. ولما بيرجعوا البيت بيتفاجئوا باهلهم واصحابهم هناك اللي جايين يحتفلوا معاهم بعيد جوازهم. وبنعرف ان انجين اصلا هو اللي كان طلب منهم يعملوا المفاجأة دي بس هو مش فاكر اصلا. وبتحاول بلين انها تعرف انجين على اهلها كده في المداري، بس بتعرف منه ان هو مامته متوفية وان هو وباباه علاقتهم مقطوعة من زمان. وبيرن جرس الباب ولما بيفتح انجين بيلاقي باباه قدامه، فبيتأثر جدا وبياخده بالحضن وبيعرف ان هما الاتنين صلحوا العلاقة ما بينهم ورجعوا يتكلموا من تاني. وبيعرف انجين من والده عن الحادثة اللي هو عملها، وبيقوله ان الوحيدة اللي كانت مصدقة ان هو هيقوم من تاني ويبقى كويس هي بلين، وانها فضلت جنبه ما سابتوش ابدا، علشان كده هو بيحبها لانها السبب في ان ابنه يرجع له من تاني. وبيتكلموا هما الاتنين مع بعض وبيبدأ انجين يحكي لها شوية عن نفسه، وبيقولها ان وقت ما عرف ان مامته عندها سرطان ما كانش قادر يتعامل مع الموقف، وانه كان بيهرب بانه يشغل نفسه بالشغل لحد ما في يوم والدته ماتت وهو كان في مدينة تانية فما قدرش يحضر الجنازة، وان ده كان سبب الخلاف ما بينه وما بين والده علشان والده ما كانش قادر يسامحه. وبعدها بنشوف والد انجين وهو بيدي بلين هدية عيد جوازهم، وهي عبارة عن سلسلة وبيقولها ان دي سلسلة والدة انجين نفسها. وبيناموا هما الاتنين تاني، ووقت ما بيصحوا بيكتشفوا ان عدى سنين وان بيلين حامل، لا وكمان قربت تولد. وبيتأكدوا ان كل ده حقيقي لما بيلاقوا نفسهم مجهزين اوضة للطفل وبيعرفوا انها بنت كمان. وبيرجعوا يروحوا لنفس استشاري العلاقات مرة تانية، وهو بيقول لهم ان اللي هما فيه ده طبيعي لان هما خايفين من ان هما هيبقوا اب وام ومن دي مسؤولية كبيرة. وبيطلب منهم ان هما يحاولوا يتأقلموا مع الوضع، لكن هما ما بيقتنعوش بكلامه وبيبقوا شايفين برضو ان هما الاتنين بيشوفوا نفس الحلم. وبتقرا بيلين في مذكراتها ان هما بعد ما اتعرفوا على بعض بمدة قصيرة خد انجين ابوه وراحوا يتقدموا لها، فبيقرروا ان هما يعيدوا نفس الموقف مرة تانية يمكن يفتكروا اي حاجة. وعشان اهلهم ما يستغربوش الموقف انجين بيقول لهم ان بيلين هي اللي طلبت منه ان هما يعيدوا الموقف مرة تانية كنوع من انواع تجديد الحب. وهم قاعدين فعلا بيمثلوا بتحس انها خلاص هتولد، فبيجروا بيها على المستشفى وفعلا بتولد وبتخلف بنت. وبيبدأ يبان عليهم هما الاتنين انهم بدأوا يحبوا بعض وانهم بيتمنوا ان اللي هما فيه ده يكون حقيقي ومش مجرد حلم. وتاني يوم الصبح بيصحوا ما بيلاقوش البنت جنبهم، فبيجروا بسرعة يدوروا عليها، لكن بيلاقوها نايمة في اوضتها وبيتفاجئوا انها كبرت فعلا وبقى عندها تقريبا 4 سنين. وبيعرفوا من اسمها على الحيطة ان هما فعلا سموها زينب. وبالرغم من ان هما الاتنين مش فاهمين اي حاجة، لكن بيقرروا ان هما يتبسطوا باليوم ده مع بنتهم. وبيخرجوا سوا وبيقضوا اليوم مع بعض فعلا وبيتبسطوا بيه جدا. وبعدين بياخدوها ويودوها عند ابو انجين ويقضوا بقية اليوم عند جدها. وبعد ما بيرجعوا لبيتهم بالليل وبينيموا بنتهم بيعترف انجين لبلين ان هو بقى فعلا بيحبها وانه بيتمنى ان اللي هما فيه ده يكون حقيقة ومش مجرد حلم. بس لما بيناموا بيصحى كل واحد فيهم في اوضته في بيته لوحده ومش متجوز التاني ولا حاجة، وبيعرف كل واحد فيهم من ان هو كان بيحلم حلم لوحده. وبس كده. لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم، هل هيرجعوا يتقابلوا تاني ولا لا، هيجمع ما بينهم القدر من تاني ويتحقق حلمهم فعلا، ولا هيفضل مجرد حلم وبس، اتفرجوا على الفيلم واكتبولي في الكومنتس عجبكم ولا لا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتشجعونا عشان القناة بتاعتنا تكبر.